بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا خلصنا من مباراة الدوري ودخلنا على مباراة الكاس. انتهينا من مباراة الكاس. لا بس مباراة النهائي بإذن الله يوم الجمعة ما بين بيراميدز وما بين نادي زد. وطبعا كل التوفيق لبيراميدز وزد. زد وليدي كرة القدم السنة دي فرقة حديثة العهد، عندها مدرب كبير جدا وجهة نظري من أيام ما كان مع أسوان وصعد أسوان لدوري الممتاز مجدي عبد العاطي. أتمنى له كل التوفيق وأتمنى كمان لبيراميدز كل التوفيق. فرقتين اجتهدوا طول الموسم صراحة، مش في بطولة الدوري بس ولكن في الكاس كمان. صحيح الاختلاف كان في السيمي فاينال، المصري كان افضل كتير جدا من بيراميدز. نفس القصه بنتكلم على الاسماعيلي، نسبيا كان افضل من زد، ولكن طبعا مبروك لبيراميدز ومبروك كمان لزد التاهل للنهائي. اي حد هيكسب الفاينل هيكون يستحق الفاينل. الاثنين او الفريقين عملوا مجهود كبير جدا السنه دي. طبعا كل التحيه والتقدير للمصري وعلي ماهر، اللي عمله علي ماهر مع المصري السنه دي ممتاز واكثر من رائع. اتمنى الاستمرار، اتمنى الدعم الاكبر كمان من كامل ابو علي. اتمنى ان احنا نشوف المصري على ملعبه في السنوات القادمه باذن الله. فرقه بدات تعد بشكل جيد، وده ممكن يكون نجاح او مستقبل، نجاح لمستقبل كرة القدم الشعبية في مصر بإذن الله. اللي احنا نتمنى كل الأندية الشعبية تكون موجودة بكثرة في الدوري الممتاز عشان ترجع تاني لأيام زمان لما كنا بنشوف كل ملاعب الكرة المصرية مليانة على آخرها. ودي لازم تيجي بتخطيط إذا كان من الأندية أو من الاتحاد أو من رابطة علشان نشوف الأندية. ده مش تقليل في الأندية الشركات، ولكن فهم بنتكلم على الأندية عاملة رواج كويس جدا وكان عاملة كمان فاليو للكره المصريه. الاسماعيلي طبعا مع نصر ابو الحسن صراحه يعني الراجل عمل مجهود كبير جدا، عليه انتقاد كبير ما اعرفش ليه من الشارع الاسماعيلاوي، مع ان الراجل بهدوء شديد بدون اي ضجيج ما بيطلعش يتكلم، بيحاول يفك كل المشاكل اللي تراكمت في الاخر 7 8 سنوات. الديون الكبيره جدا اللي عملها ابراهيم عثمان، واللي عملها كمان يحيى الكومي، واللي عملتها اللي جت بعد ابراهيم عثمان. كل ده بيحاول يعملوا نصر ابو الحسن، وفي الطريق قعد في بطوله الدوري جيد، وصل سيمي فاينل الكاس وخسر من فرقه محترمه فريق زد. كل التحيه والتقدير لنصر ابو الحسن، لانه بيعمل كل شيء بدون ان هو يكون راجل اعمال مالي كبير جدا زي ما موجود عند كامل ابو علي، او زي ما يكون مساعد بالنسبه لنادي الزمالك او انديه كتير جدا موجوده في مصر. بيراميدز نفس الموضوع، زد نفس القصه، عيله سويرس. انما لما نيجي على نصر ابو الحسن، نصر ابو الحسن راجل اعمال على قدر المستطاع، ولكن رئيس نادي رائع. اولا فك ديون كتير جدا، ثانيا حل مشكله ايقاف القيد، ثالثا مع مدرب مستقر في الفتره الاخيره ايهاب جلال، رابعا بدا يبني فرقه جديده، وده ما سمعناش عن اي ضجيج بالنسبه للنادي الاسماعيلي، مع العلم ان نصر ابو الحسن ما فيش اي دعم ليه. لا هو بيدعم من وزاره، ولا بيدعم من، ولا مدعوم من حد، ولا مدعوم كمان من رجال الاعمال. وبالتالي ما حققه نصر ابو الحسن مع نادي الاسماعيلي بالاستقرار والهدوء، حتى لو كان بيبيع لعيبه، وده غصب عن ان نصر ابو الحسن هو اي حد انه لازم يبيع لعيبه عشان يقف على رجليه عشان يقدر يتعامل. وبالتالي بنتكلم على امر ممتاز جدا. كل التحيه والتقدير لنصر ابو الحسن انه قدر يوصل سيمي فاينل مع فرق بيراميدز بالامور الماليه، زد بالامور الماليه، نفس الموضوع المصري مع كامل ابو علي. وبالتالي يحسب لنصر ابو الحسن التاهل للسيمي فاينل، وان كان كنت اتمنى له الوصول للفاينل، وكنت اتمنى كمان المصري كنديين شعبيين يرجعوا الملعب تاني او الجمهور لكره القدم المصريه. طبعا في التوقيت الحالي شايفين اوقات، شايفين حاجات كتيره جدا بالنسبه للصفقات. انا صراحه يعني اللي انا شايفه شغال صح هو النادي الاهلي بيعمل عمليه احلال وتجديد. خد قرار بالابتعاد عن الكاس، وقد كان ان هو خد قرار بالابتعاد عن الكاس كان ممتاز جدا، لانه طبعا بالنسبه له حتى لو جاله غرامه مليون جنيه وما لعبش الموسم القادم يكفي ما يحققه النادي الاهلي من بطولات افريقيه، اللعب في كاس العالم، اللعب في بطوله الدوري، كل ده في دماغ النادي الاهلي. ولكن كاداره عملت احلال وتجديد كتير جدا في كل عناصر الاداره بالنسبه للفريق. اذا كان المترجم، مش عاوز اتكلم عليه كتير لان بالنسبه لي مش هياخد اكتر من يعني من حقه يعني. يعني ما نتكلم على
تغيير مدير كوره، تغيير عناصر كتيره جدا، تغيير لجنه التخطيط، كل الكلام ده النادي الاهلي دايما عنده حاجات بيشتغل عليها وبينجح، لانه عمل قاعده جماهيريه على السوشيال ميديا بتساعد النادي الاهلي في اي قرار. وده نجاح النادي الاهلي على فكره، هو نجاح القاعده الجماهيريه اللي موجوده على السوشيال ميديا. طبعا الصفقات اللي بتطلع، خروج احمد عبد القادر، اليو ديانج، ان هم يسيبوا محمد عبد المنعم واحد من اقوى المدافعين في مصر، نتمنى له التوفيق. في نادي نيتس الفرنسي نتمنى له التوفيق. التعاقد مع اشرف داري، التعاقد مع يوسف اللاعب القطري اللي من حوالي شهرين ثلاثه، التعاقد مع يحيى عطيه الله. في كلام كتير جدا عن بعض الصفقات الثانيه، وكان النادي الاهلي بيشتغل بشكل هادي جدا جدا وعلى رواقه زي ما بيقولوا بلغه كره القدم المصريه باللغه المصريه، يعني بيحضر جيل جديد بعد الجيل اللي فات اللي كسب بطولات كتيره جدا. وده بيخلي النادي الاهلي دايما عنده جزء من الاستقرار، وعنده جزء كمان انه واحد من اقوى الانديه العربيه والافريقيه ان لم يكن اكبرهم او اقواهم. طبعا في منافسات هتكون الفتره الجايه. الترجي عمل تيم كبير، الوداد مع مكوينه ممكن يكون منافس خطر. سان داونز بعد التغيير مكوينه والتعاقد مع لعيبه برازيليين ممتازين جدا. نفس الموضوع الرجاء، هنشوف هيعمل ايه. وبالتالي المنافسه على بطوله افريقيا ودوري ابطال افريقيا السنه الجايه، حتى بيتر اتلتيكو الانجولي انا اعتقد انه هيكون مفاجاه السنه دي في بطوله دوري ابطال افريقيا. انما الاهلي سيستم ماشي صح، ابتعاد عن كاس كان صح، التغييرات اللي بيعملها بشكل ممتاز جدا، بيجيبوا لعيب واثنين وثلاثه واربعه في الاماكن اللي محتاجها النادي الاهلي، بيشتغلوا بالراحه، وده اللي هيخلي النادي الاهلي واحد من اقوى الانديه في اللعب او المنافسه على كل البطولات. نادي الزمالك طبعا الله يكون في عون اي حد يشتغل في نادي الزمالك، يعني انا مش مع مجلس اداره ولا ضد مجلس اداره، ولكن الله يكون في عون اي حد. ضغط كبير جدا، السوشيال ميديا شغال عليهم، انقسام موجود في كل ما بين الجماهير وبعضها، انقسام موجود حتى كمان ما بين الناس اللي موجودين داخل النادي، وبالتالي بتتكلم على بيئه غير صحيه للعمل او الابداع. ولكن بيحاول مجلس اداره نادي الزمالك ان هو يعمل حاجه جديده. عندهم طبعا مليار شيء، الابقاء على زيزو ولا رحيل زيزو، التعاقد مع لعيبه جدد والاستغناء عن لعيبه قدامى موجودين. حتى الان الزمالك ما تعملش بشكل جيد في السوق الصيفيه اللي ممكن تقفل، او ممكن الاتحاد الافريقي يدينا مهله، او الاتحاد الدولي عفوا يدينا مهله على الاقل 15 20 يوم، لان الدوري بتاعنا لسه منتهي وكمان والكاس عشان الانديه تقدر تساعد نفسها. طبعا الزمالك عليه عمل كبير جدا. فكره الاشتراك في الكاس انا كنت ضدها. في الوقت الحالي لازم يشتغل بهدوء، لان العمل بانفعال او الانصات لبعض الاشخاص او العوده للسوشيال ميديا بيأثر كتير جدا على القرار واتخاذ القرار. وبالتالي الزمالك لابد ان يتعامل بشكل ايجابي مع بناء فريق جديد لنادي الزمالك، ده اللي المفروض يحصل في الوقت الحالي. طبعا بقيه الانديه حتى الان لسه ما فيش التجديد. يمكن انا شفت محمد ابراهيم راح البنك الاهلي من سيراميكا، وانا شايف انه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، نادي البنك الاهلي محمد ابراهيم. طارق مصطفى مدرب كبير، انا اعتقد ان السنه الجايه هيكون له شأن كبير جدا بالنسبه للكره المصريه. طبعا دي حاجات كده ومقتطفات في ظل الانشغال الكبير جدا الواحد فيه، اذا كان دوري ايطالي دوري اماراتي، بيتفرج على بقيه الدوريات. هنشوف ايه اللي هيحصل. اتمنى التوفيق طبعا للكره المصريه، اتمنى التوفيق للاتحاد القادم بالنسبه للكره المصريه، لان في ظل ان حسام حسن بيسلخ عشان عاوز لعيبه، اللعيبه مش موجوده في المعسكر، والاتحاد ودني من طين ودني من عجين، ما تفهمش ايه اللي هيحصل الفتره الجايه. هل حسام بيدرب منتخب غير منتخب مصر؟ هل حسام مع اللعيبه اللي هي المفروض ياخدها او لا؟ هل حسام فعلا بيتساعد من الانديه ولا لا؟ كل ده المفروض يكون على طاوله اتحاد الكره، اذا كان اتحاد كره قوي قراره من دراعه وقراره من دماغه وقراره من شخصيته. انما للاسف اتحاد الكره مشغول دلوقتي كله في الساحل الشمالي، بيصيفوا وسايبين المنتخب لوحده مع حسام ابراهيم، وسايبين الانديه وسايبين كل اللي بيحصل واللخبطه اللي موجوده، وخاصه ان هم باقي لهم شهر او شهرين. نتمنى التوفيق القادم بالنسبه للاتحاد المصري. تحياتي وكل سنه وانتم طيبين.